الحقيقة أنه قبل أيام من الانعقاد كان الجميع عنده حالة تأكد أن الوفد الفلسطيني وأبو مازن لن يقدم طلب ولا يحزنون، بمعنى أنه أبو مازن والوفد الفلسطيني سيصرح ويهدد ويتوعد، ولكن أول ما الولايات المتحدة الأمريكية أو تحديدا أوباما سيلتقي بأبو مازن كل شيء هينتهي وسوف يتراجع الوفد الفلسطيني عن الطلب. أتحدث عن يقين لمسناه مش بس في الوفود الأجنبية إنما أيضا في الوفود العربية. كل الدبلوماسيين هنا كانوا على نفس درجة من اليقين أنه لا طلب ولا يحزنون. الغريب أنه جاء يوم 23 سبتمبر 2011 وتقدم محمود عباس بطلب رسمي لبان كي مون، طلب بعضوية كاملة لدولة فلسطين، ثم ألقى كلمته الشهيرة. الرئيس، أود إبلاغكم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتي رئيسا لدولة فلسطين ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود 4 من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. وهذه نسخة من الطلب. لما دخل أبو مازن القاعة ليلقي الكلمة نتنياهو كان يقف بالخارج ولم يدخل ولم يحضر، والحقيقة أن الوفد الإسرائيلي تقريبا كان مقاطعا الجلسة اللي اتكلم فيها أبو مازن. اللي حضر في المكان المخصص للوفد الإسرائيلي مجموعة قليلة وغير ذات أهمية من الممثلين، بمعنى أنه حتى سفير إسرائيل في الأمم المتحدة لم يحضر في المكان المخصص له. المهم أن محمود عباس غادر نيويورك كلها بعد حوالي ساعة من انتهاء كلمته دون أن يدلي بتصريحات، وقال أما نتنياهو الذي اعتلى المنصة بعد حوالي 40 دقيقة من انتهاء محمود عباس فقد بدت نبرة التحفز واضحة جدا في كلمته منذ اللحظة الأولى. اشتكى أو تشكى نتنياهو من اضطهاد الأمم المتحدة لإسرائيل، تشكى من أن المصوتين في الجمعية العامة من كل الدول يظلمون إسرائيل ويشوهون صورتها التي هي بالأساس داعية للسلام، هكذا قال نتنياهو في الكلمة. على كل الأحوال القاعة من حولنا اختلف تعدادها أو اختلف عدد الموجودين فيها ما بين كلمة محمود عباس وكلمة نتنياهو. قل عدد المتواجدين تقريبا الثلث، وهذا واضح جدا في الصورة. بعض المتواجدين انصرفوا، كثير من الصحفيين انصرفوا بعد كلمة محمود عباس. وبالرغم من الفرق العددي في الموجودين في القاعة إلا أن بعض الموجودين تحديدا من الوفود الإسرائيلية والأمريكية كانت تحاول أن تصفق بحماس مبالغ فيه مع كلمة نتنياهو لتعوض الفارق العددي. بحكم منصبي كرئيس وزراء إسرائيل لم أقطع كل هذه المسافة لأحصل على تصفيق حاد، وإنما أتيت لأعلن الحقيقة. The truth is that Israel wants peace. The truth is that I want peace. الحقيقة التي تقول أن إسرائيل تريد السلام. أنا أريد السلام، ولكن السلام لن يتحقق من خلال قرارات الأمم المتحدة بل من خلال المفاوضات وحدها بين الطرفين. The truth is that we cannot achieve peace through UN resolutions, but only through direct negotiations between the parties. Israel has extended its hand in peace. منذ قيام دولة إسرائيل منذ 63 عاما مضت ونحن نمد يدنا بالسلام.
And it's year after year. هنا عام بعد عام تدان إسرائيل بشكل غير عادل. لقد حظيت إسرائيل بالكثير من قرارات الإدانة أكثر من دول العالم مجتمعة. دكتور نبيل العربي، كل ما نروح في حته او نقابل حد يتاكد لنا انه ده في ضغط جامد جدا على الوفد الفلسطيني، ده في كلمات تستخدم اكتر من كلمه الضغط، يعني يعني ناس تقول لك سكويزنج، يعني عصروه، ناس بتقول احرجوه، في ناس حتى بتصل لدرجه التهديد. يعني ايه يعني ايه في تهديدات لابو عباس او للوفد الفلسطيني؟ ما هو يعني معروف ان موقف الولايات المتحده قالتها علنا انها لا تقبل أن يتم حصول على الفلسطينيين على حقوقهم أو جزء من حقوقهم عن طريق الأمم المتحدة. الحل الوحيد لتسوية النزاع هو عن طريق التفاوض، ولا يوجد تفاوض. والفلسطينيين لما يذهبوا إلى الأمم المتحدة بيذهبوا إلى المنظمة نمرة 1 المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدولي بالنسبة لجميع الدول. نمرة 2 ان هي المنظمة التي احيل اليها ملف فلسطين من بريطانيا في 2 ابريل سنة 47 بعد ما بريطانيا قررت انهاء الانتداب على فلسطين اللي كانت عملته خدته من عصبة الامم، وقالت للجمعية العامة للامم المتحدة قولوا لي ايه مصير فلسطين، ومن هنا بدأت المشاكل. فالذهاب الى الامم المتحدة بعد 6 عقود ده اقل ما يمكن ان يقال. العربي الكبير أستاذ جهاد الخازن، عشرات وعشرات الدورات والسنوات بتحضرها هنا في الأمم المتحدة، كلمني أكتر على جزئية طلب حصول عضوية لفلسطين. هو الواقع أن هذه الدورة بالنسبة إلينا كعرب مهمة جدا بسبب الطالب الفلسطيني. القضية كلها كلمتان: اعتراف وعضوية، recognition admission. الاعتراف يأتي عن طريق الجمعية العامة حيث الغالبية للفلسطينيين مضمونة. أعتقد أن دولا أكثر تعترف بفلسطين منها بإسرائيل. العضوية تأتي عن طريق موافقة مجلس الأمن حيث الفيتو للدول الخمس الكبرى خصوصا الولايات المتحدة. أنا حدثت أبو مازن قبل أسبوعين أو 3 وكنت أعتقد أنه ذاهب إلى الجمعية العامة. كلنا كنا نعتقد ذلك يا أستاذ جهاد لحد النهاردة لأن النتيجة مضمونة، ولكن أعتقد أن أخيرا وبعد كل هالعمر استفز أبو مازن. يعني الورقة اللي قدموا لي إياها الأمريكان بصراحة بنيامين نتنياهو ما كان كتب أفضل منها، بس بيعدوا بمفاوضات. أي مفاوضات يا شيخ؟ من سنة 93 احنا عم نتفاوض. تحت الأمطار الغزيرة وعلى أنغام فلسطينية وطنية جاء الفلسطينيون من كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية تأييدا لشعبهم، آملين أن ينصرهم الله بأن تعود إليهم دولتهم فلسطين. بلدنا مش بأمان، مش عندنا دولة، يعني عندنا دولة مقسمة نصين اللي هي إسرائيل وفلسطين للأسف، فاحنا بندور على حلم اسمه فلسطين. وآخرون جاءوا إلى أعتاب الأمم المتحدة لتأييد شعب فلسطين. نحن لن نقبل أبدا الاحتلال الإسرائيلي ولا دولة إسرائيل، إن وجودها مخالف لتعليم التوراة التي تأمرنا بألا نقتل أو نسرق أراضي الفلسطينيين. نحن نعاني من أجل الشعب الفلسطيني ونصلي من أجل السلام الحقيقي وليس الإسرائيلي. هل مبادرة فلسطين في الأمم المتحدة هي إعلان من السلطة الفلسطينية بأنها أقرت بأن عملية السلام فشلت؟ هي حتى الآن فشلت، يعني هو حتى الآن فشلت، لكن احنا لا نريد أن نقطع الطريق عن تغير جذري يؤدي إلى إنجاح هذه المفاوضات. في النهاية أي شعب في الدنيا حتى لو عمل كفاح مسلح حتى يوم النصر محتاج لمفاوضات، لأنه
في قضايا عديدة ما بيننا وما بين الإسرائيليين عندما نصبح دولة مستقلة، قضايا تتعلق بأشياء مشتركة عديدة. يعني القدس الشرقية والقدس الغربية هم مدينة واحدة في النهاية، وإحنا هنكون عاصمة لنا القدس الشرقية، لابد من تفاوض. عودة اللاجئين، إحنا مش عايزين نعيد اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية بس، في لاجئين لازم يعودوا إلى بيوتهم في إسرائيل الآن، فإذا لازم تتفاوضي معهم. المية مشتركة، نهر الأردن مشترك، يعني في أشياء عديدة لا يمكن في النهاية إلا أن نتفاوض حولها. ولكن أسلوب التفاوض حتى الآن، الطريقة التي تعاملت أمريكا فيها مع التفاوض حتى الآن، تعطي للفريق الأقوى اللي هو إسرائيل، اللي هي رابع قوة طيران في العالم، قوة نووية، أحد 5 دول نووية في العالم، الدخل القومي الفردي عندهم 30 ضعف الدخل القومي الفردي الفلسطيني، يحتلون ويحاصرون كل بقعة، فكل عناصر القوة المادية في إيديهم. فبالتالي لابد من تدخل خارجي حتى يحدث حد أدنى من التوازن. فرصة لا تفوت أن تستمع لآرائي وتنصت لتحليلاتي. إنه الأخضر الإبراهيمي، المفكر والدبلوماسي العربي العتيد في نيويورك، كان لنا لقاء به مشحون بالتقدير والإعجاب. ما مدى اقتناع الأخضر الإبراهيمي بخطوة التقدم بطلب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة الفلسطينية؟ يعني شوف، مشكلة القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ممكن من مشاكلها يعني الرئيسية هو أنه دخلنا في نفق ما يسمى بالمفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، وما فيش أي توازن بين الطرفين. يعني إسرائيل قوية في السماء، رابع قوة عسكرية في العالم، ثالث مصدر للأسلحة في العالم، واقتصاد مزدهر. يعني بالنسبة في حين أن الفلسطينيين يعني غلابة بكل معنى الكلمة، وهم لوحدهم. يعني كيف يمكن أن يتم تفاوض بناء وممكن يصل إلى نتيجة؟ مش ممكن. فمطلوب أنه يتحسن شوية ميزان القوة بين الطرفين، وهذه محاولة من المحاولات التي ترمي إلى تحسين وضع الفلسطينيين بالمقارنة مع الوضع الإسرائيلي. بالرغم من الترتيبات الدقيقة لعدم دخول أي شخص لمجلس الأمن، إلا أن استطعت بشكل أو بآخر أن أنا أدخل إلى مجلس الأمن، وبشكل يغلب عليه إما الحس الصحفي أو حتى السذاجة أو الفضول، حاولت أن أسجل هذه اللحظة ولو بكاميرا الموبايل أثناء انعقاد اللجنة العامة أو الجمعية العامة. كنت في مجلس الأمن أتأمل الكراسي الخاوية، وأتأمل أسماء الدول التي تقرر مصير الكثير من الشعوب. من سيلوح بحق الفيتو؟ من سيوافق؟ من سيرفض؟ هذه الدول التي يتم الضغط عليها أو ترغيبها أو ترهيبها لتتخذ مواقف في النهاية تترجم إلى أصوات تحسب وتشكل قرارا نهائيا. هذا المجلس المفروض أن يدرس أو يعطي كلمة في طلب فلسطين للانضمام للأمم المتحدة.